خلونا نكون صراحة مع بعض ونقول اللي بيحصل بجد. انتوا مش اشخاص بتخافوا من الحب ولا هربانين من القرب او العلاقات. المشكله الحقيقيه والمرهقه للنمط ده هي ان انتوا عايشين برادارات قلق 24 ساعه ومحفزه لاي حركه، اي تغيير، اي همسه، اي لمسه، اي حاجه فيها تغيير بتحركنا من القلق ده لقمه التجنب. يعني بنبقى قاعدين في امانه الله والعلاقه ماشيه زي الفل والدنيا ماشيه زي السكينه في الحلاوه زي ما بيقولوا، وفجاه تلمحوا حاجه صغيره جدا، شخص ما ردش على مسج لمده 10 دقائق، قلبة وش خفيفة، نبرة صوت اتغيرت شوية، برود عاطفي سنة بسيطة قوي، وفي ثانية واحدة جهازنا العصبي بيترجم ده على ان ده خلاص نهاية العلاقة، دي إشارة خطر وكارثة حقيقية جاية علينا. الشخص ده خلاص ما بقاش بيحبنا، خلاص هيسيبنا، خلاص مش هيختارنا. من كتر الرعب من الإحساس بالكسرة دي، وعشان نلحق نحمي نفسنا بنعمل ايه؟ بنلاقي نفسنا فجأة اتقلبنا 180 درجة وبدأنا نخرب العلاقة بنفسنا، نفتعل المشكلة من الهوا، نقلب الترابيزة ونقفل الموضوع كله على بعضه لمجرد ان احنا نسبق بالبعد ونهد المعبد بقى علينا وعلى اعدائنا، وفي الحاله دي علينا وعلى احبابنا. وكل ده عشان نلحق نعمل ده قبل ما الطرف الثاني يعمل ده. النمط ده في علم النفس اسمه نمط التعلق الغير منتظم، وهو عامل زي البندول، ساعه يروح وساعه يجي، من اقصى اليمين لاقصى الشمال، عمره ما بيقف في النص تقريبا، ما بين نمط التعلق القلق اقصى اليمين ونمط التعلق التجنبي اقصى الشمال، والعكس صحيح، انما عمره ما بيبقى امن او منتظم او اي حاجه، وعلشان كده سمي بنمط التعلق الغير منتظم. وهو صراع قاتل ما بين الخوف من الخذلان والرعب من الهجر، وما بين انه انا هدمر الحاجه بنفسي، انا مش عايز حاجه من حد. اصعب حاجه بقى في نمط التعلق الغير منتظم ده هو ازاي نكتشفه اصلا، لانه معظم الناس بتبقى فاكره ان هي قلقه او متجنبه، زي ما الفنان احمد عدويه كان بيقول حبه فوق وحبه تحت، فهو مش مفهوم. وبالمناسبه هذا هو نمط التعلق حجي، فبالتالي الفيديو ده اخد مني كتير قوي عشان اقدر اعمله اصلا يعني. فالنهارده هنتكلم بالتفصيل على ازاي نقدر نعرف اذا كنا من اصحاب نمط التعلق الغير منتظم. فلو انتوا او اصحابكم او شريك حياتكم عنده نمط تعلق غير منتظم او شاكين فيه، فيلا اعملوا مشروب لذيذ والبسوا بدل الغطس عشان نغوص الى الاعماق ونقتلع نمط التعلق الغير منتظم من جذوره، ونذهب الى بر الامان حيث نمط التعلق الامن. لو انتوا اول مره تتفرجوا عليا فهتبقوا حاسين ان الموضوع ده غريب شويه، موضوع بدل الغطس ده، بس دي حاجه انا بقولها في كل الفيديوز بتاعت ان احنا بنلبس بدل الغطس، فما تستغربوش. اهلا واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. اتكلمنا على نمط التعلق التجنبي والقلق، النهارده هنتكلم على الغير منتظم. فاول حاجه هنبدا بيها هو ازاي نعرف اذا كنا عندنا النمط ده او لا. طب يومنا انت لسه عماله تقولي ان النمط ده صعب جدا ان احنا نعرف اذا كنا منه ولا لا، تخافوش انا معاكم حبايب قلبي. اول حاجه لان انا الخبير البهنساوي في النمط ده، انا ده النمط بتاعي وقعدت كتير قوي عقبال ما اكتشفته، فانا جبت بقى ايه خلاصه المعرفه. انا نسيت اقول لكم انا بشرب ايه عشان كل مره بقول لكم بشرب ايه. بشرب مراميه. مراميه يومنا، مراميه منى، مراميه لان المراميه مشهوره بانها بتنظم الهرمونات وانها بتهدي الاعصاب. وانا جهازي العصبي حاسس ان في نمر بيجري ورايا، مش حاسس ان احنا مجرد عايشين في حياه فيها بعض الضغوطات، ولذلك بشرب مراميه. هسالكم 5 اسئله او هقول لكم 5 علامات تدل ان انتوا عندكم نمط تعلق غير منتظم. الاول رقصه الشد والجذب، التانجو. الاشخاص اللي عندها النمط ده بنبقى بندور على حب صادق، حب عميق، بندور على الحب ده في كل مكان ومن كل قلبنا، لكن وللاسف اول ما الامور بتمشي تمام بنقعد ندور على فين الخازوق. الخازوق جاي منين؟ في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه، لانه دايما الرادار بتاعنا شغال. واول ما الشخص ده يبدا يقرب قوي ويبقى بيحبنا قوي وبتاع، الرادار ده يشتغل اكتر واكتر ونحس ان في مشكله، يا نعمل حاجه، نعمل اختبار، ودي بتبقى مشكله لانه عاشقين للاختبارات. نقعد نحط الناس في اختبارات عشان نشوف هل هم هينجحوا وهيكملوا معانا ام هيفشلوا في الاختبار اللي احنا حاطينه، اللي هو هايبوثيتيكال، اللي هو افتراضي اصلا، وهيفشلوا وهيسيبونا وهيخذلونا زي اللي قبل كده. فبالتالي اول ما بحس بالقرب الشديد ده بفتعل حاجه عشان اشوف الشخص ده هيتصرف ازاي، وفي الحاله دي هعمل ايه؟ هتراجع زي التجنبي. فانا في الاول بدات من قلق، يعني بدايه السيناريو جه من قلق، وبعد كده التصرف جه من تجنبي. وعشان كده انا بقول ان النمط ده زي البندول، هو مش مستقر على حاجه ما بين قلقان لتجنبي. فالتريجر دايما بيبقى ان الشخص ده قلقان، والقلق ده بيؤدي بيه ان بيحصل تصاعد في الامور، فبنعمل ايه؟ فبنتجنب، فلتنسحب القوات، فجاه ننسحب ونتراجع ويتقوقز القوقاز. رقم 2 الرعب الفظيع من الرفض والهجر. جوه عقلنا كاصحاب هذا النمط بيبقى في فيلم رعب شغال 24 ساعه. الفيلم الرعب ده بعنوان انا مستحيل اتحب، ده الافيش بتاعه، انا مستحيل اتحب. في عقلي دايما بيقول لي انه اكيد الاشخاص دي في مرحله ما هتخذلني، هتسيبني، هتمشي،
لازم ده هيحصل لان انا مستحيل اتحب. فعشان كده دايما اي حاجه بيبقى فيه لحظه انا مستني نسلط الضوء عليها، اهو شفت بقى ان انا مستحيل اتحب، شفت بقى انك ما بتحبنيش بجد. وده بيتحفز من اي اشاره، قلبة وش، تغيير صوت، تاخير شويه، مقير، شفت انا قلت لك ان انا بتحب، انا قلت لك انك ما بتحبنيش. ده ما بيتقالش صريحه برضو يا جماعه عشان نبقى صراحه مع بعض، عمر ما الكلام ده بيتقال دب طخ كده. هو الكلام ده بيجي المعنى في بطن الشعر، يعني الكلام ده بيبقى ضمنيا في دماغنا شغال بس احنا مش واعيين بيه. رقم 3 الفوضى والمزاجيه. بمعنى ايه؟ فوضى المشاعر، مشاعرنا بتبقى في كل متنطوره في كل حته كده زي اوضه حد مراهق، ومزاجنا بيبقى حاد الطباع ما بين اقصى اليمين واقصى الشمال، لان ده جاي من ان نظامنا العصبي غير مستقر. انا مش ببرر ولكن انا بقول فعلا ايه اللي بيحصل. بسبب ده بيبقى فيه صعوبه رهيبه على السيطره على المشاعر وتنظيمها، لان نظامنا العصبي بيبقى انذار 24 ساعه. فاي خناقه صغيره، سوء تفاهم، شد، اي حاجه، ده ممكن يفجر رد فعل عنيف جدا، اعنف بكتير قوي. يعني فن تصعيد الامور من ان حد ما ردش لمده 10 دقائق، يو نو وات، انت مش عايز ترد عليا، انت مش عايز تكلمني، انت مش مهتم، يلا مع السلامه، بلوك 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 بلوك. الموضوع بيتضرب في 20,000. ده بيبقى صعب ان اللي قدامنا يتقبله. فدايما شركاء حياتنا او اصحابنا بيبقوا حاسين هو ايه الاوفر ده، هم مش عارفين ان الشخص التاني مرعوب، بيعيط في الكورنر، بيصوت، بيصرخ، بيدبدب في رجله من كتر الوجع، بس بتطلع في شكل افوره، بتطلع في شكل امينه رزق. احنا فعلا بنبقى حاسين بالالم ده. ده بيبقى مربك شويتين 3 4 اللي قدامنا، فسوري. رقم 4 ازمه ثقه وصعوبه ان احنا بيبقى عندنا ان احنا نظهر الضعف بتاعنا. وده طبعا مفهوم انه ده جاي، ده من الصفات بتاعه التجنبيين كمان. بيكون شبه مستحيل على اصحاب النمط ده ان هم يثقوا 100% في الاشخاص اللي قدامهم، مش عشان الاشخاص اللي قدامهم لا يستحقوا الثقه، ابسولوتلي لا، بس لانه حتى لو العلاقه صحيه والشخص اللي قدامي ما اثبتليش سوء نيه او انا ستيل شايفه ان انا ما اتحبش، فطبيعي ان انا قلقانه. فين الخازوق؟ الخازوق جاي منين؟ منتظراه. فبيبقى صعب جدا ان احنا نثق 100% في الاشخاص اللي قدام، لان دايما حاسين ان هم في مرحله ما هيخذلونا. بيبقى صعب قوي ان احنا نظهر ضعفنا قدامهم لانه احنا حاسين ان ما حدش هيتقبل ده. رقم 5 الديسوسيشن او الانفصال الذهني العاطفي. يعني ايه؟ تحت الضغط النفسي الشديد اللي الاشخاص دي بتتعرض لها، او في وقت خناقات عاطفيه عنيفه، بيحصل لنا حاله من الانفصال العاطفي الذهني اللي هو الديسوسيشن. عشان اقدر اوصفه، احنا بنحس ان احنا معزولين عن العالم من كتر الوجع اللي بنحس بيه في قلبنا، فاحنا فجاه قلبنا نمل، مش عارفه اوصفها باحساس تاني. وعاده بننفصل تماما عن العالم، الانفصال التام او الموت الزؤام، عزله تامه، عشان بنحس انه ده أأمن حاجة لينا. علم النفس بيأكد ان التناقض ده ما بين رغبتنا الصادقة في ان احنا نحب ونتحب، والتحفز اللي حاصل من كمية الرعب اللي احنا حاسينه من الهجر والخذلان، بيعمل حاجة اسمها الانهاك العاطفي او الايموشنال بيرن اوت، لان احنا من كتر الرعب نقرر نعمل عزلة تامة. ده أأمن حاجة ليا. طب محتاجين نعرف ايه اللي خلى الطفل ده يبقى عامل كده، لان مفيش اطفال بتتولد كده. غريزه الطفل لما بيخاف او بيتوجع، اول حاجه بيعملها ايه؟ بيجري على اهله، لان هم دول مصدر الامان. لكن في حاله التعلق المضطرب حصل شرخ نفسي مرعب، لان الاهل نفسهم هم كانوا مصدر الاذى والخوف والقلق واللخبطه، بمعنى انه اهله كانوا قاسيين جدا على هذا الطفل. او حاجه تانية، لحظات يبقوا لطاف قوي وحنونين قوي وبيحبوا الطفل ده، وفجاه بدون سابق انذار بيعملوه وحش ويدوا له السايلنت تريتمنت او اللي هو الصمت العقابي، يقعدوا بالايام ما يكلموهوش، يهملوه فجاه. التردد الرهيب ما بين الاثنين دول عمل حاله اضطراب للطفل. هنا عقل الطفل اتصدم صدمه بيولوجيه رهيبه، ان الشخص اللي انا بجري عليه عشان يحميني هو نفس الشخص اللي بيأذيني. فالعقل هنا اتبرمج على ان القرب من شخص انت بتحبه بيجي وراه وجع وخذلان وعدم امان واذى مفاجئ ملوش سبب. عشان الطفل يحمي نفسه عمل ايه؟ خلق رادارات حساسه عشان يقدر يحمي نفسه بيها، عشان يحس باي تغيير طفيف في البيئه اللي هو فيها، عشان يفضل دايما باصص على ملامح اهله، فقادر يقرا الاوضه عامله ازاي، يبقى دايما متوقع سابق بخطوه اللي اهله هيعملوه. فهو نفس الدرع اللي كنا بنستخدمه زمان، هو نفس الدرع اللي بيستخدموه دلوقتي. طب يومنا دي حاجه صعبه جدا، هنعمل ايه؟ بصراحه يا اخواتي وما اكدبش عليكم الموضوع مش سهل، ولكن ده مش معناه انه مستحيل ان احنا نلاقي له حلول. فتعالوا نشوف 3 تمارين نقدر نعملهم عشان نحاول ان احنا نتخلص من النمط ده. التمرين الاول، تمرين الاعتراف بالخوف. عارفين الاعتراف بالحق فضيله، الاعتراف بالخوف كمان فضيله، ما يجراش حاجه. الاعتراف بالخوف ده حاجه عاديه يا جماعه، احنا بني ادمين وكلنا بنخاف. فلما نلقط اي تغيير في الاشخاص اللي قدامنا، تغيير في الطريقه، اتاخروا في الرد، حسينا باي نوع من انواع التريجرز اللي خلانا نبقى مرعوبين،
محتاجين ان احنا قبل ما ندوس على زرار البلوك نعمل ايه؟ نقطع حبل افكارنا، نقول لنفسنا انا لقطت ان في تغيير، طرف الخيط بتاع ان احنا بدانا نترعب، جسمي دلوقتي خايف ونظامي العصبي مرعوب وانا مش عارفه اتصرف ازاي. ده اول حاجه. فطبيعي ان انا عندي الرغبه ان انا اعمل الشخص ده بلوك، او ان انا ابطل اكلمها، او ان انا افتعل معاه خناقه دلوقتي عشان هو ما بيردش عليا. انا خلاص انا فهمت ان انا دماغي بدات تتصرف بالاوتو بايلوت بتاعها. فلما اقول لنفسي اللي انا حاسه بيه ده طبيعي لان انا طول عمري متعوده اعمل ده عقلي بيحاول يحميني من الالم. اوضح لنفسي ده، لان زي ما بقول لكم كل ده بيحصل بشكل غير واعي. وابدا اطمن نفسي ان انا اقول لنفسي الحاضر امان، انا في امان، انا مش في حاله طوارئ جيم. نبدا نتنفس بطريقه هدي نظامنا العصبي. نعمل التنفس الصندوق عشان نهدي نظامنا العصبي. 4 4 4 4. ناخد نفس في 4 عدات، نكتم النفس 4 عدات، نطلع العدد في 4 عدات، وممكن نطولها شويه نخليها في 6 عدات، ونكتم النفس في 4 عدات. التنفس المربعي ده بيهدي شويه نظامنا العصبي. التمرين الثاني، الفيلم فيرسز الحقيقه. عشان عقلنا دايما بيلعب علينا جيمز وبيلعب علينا افخاخ، فمحتاجين ان احنا نواجهه. ورقه وقلم واكتبي معايا يا ست الكل. ده بجد هنكتب حاجه. مخي مخرج في الحاله دي، مخرج وكاتب ومؤلف وكل حاجه. ايه؟ فهنكتب في الخانه الاولانيه ايه السيناريو اللي مخي بيالفه، ايه الفيلم اللي مخي بيعمله. وفي الخانه الثانيه هنكتب الحقائق. مثال، السيناريو الاولاني مخي بيقول الشخص ده ما بيردش عليا، الشخص ده بطل يحبني، الشخص ده بيكلم حد تاني، ابني بكره الصبح مش عارفه ايه. ده السيناريو اللي الفيلم بيعمله، فيلم الخائن. الحقيقي بقى اللي بيحصل، احنا كنا متكلمين امبارح ما كانش فيه اي مشاكل، هو كان مضغوط في الشغل، هو كان تعبان امبارح، ممكن يكون صاحي مقريف. دي الحقائق الملموسه. التمرين الثالث وهو اعاده الاتصال بالواقع. الارض تنادي يمنى. تمرين الحواس للتعامل مع الانفصال العاطفي. التمرين ده منقذ. اول ما نحس بضغط في المشاعر، اول ما نحس ان الادرينالين ابتدى يعلى، ان قلبنا ضربات قلبنا جامده، ان احنا بدانا ما نسمعش اللي حوالينا، ان احنا بدانا نفصل عن العالم اللي حوالينا، ركز في البيئه المحيطه علشان نبدا نسحب الوعي تاني، نرجع وعينا لينا، نرجع لجسمنا. في دماغنا هنقول 5 حاجات احنا شايفينها. مثلا انا هقول انا شايفه الموبايل، شايفه الترابيزه، شايفه الكرسي، شايفه الستاره. 4 حاجات احنا حاسينها، انا حاسه بملمس ايدي، حاسه بملمس شعري، و3 اصوات سامعينها، سامعه صوت الشارع، سامعه صوت الموتوسيكل، وحاجتين شمنهم. اخر حاجه انا مستطعماها. هشغل كل الحواس بتاعتي، حاسه البصر، حاسه السمع، حاسه الشم، حاسه الملمس، حاسه التذوق. هنشغل كل حواسنا عشان نرجع جسمنا تاني للحظه اللي احنا فيها. وده ممكن نعمله في اي وقت احنا حاسين ان احنا overwhelmed، او التمرين ده بيرجع جهازنا العصبي ان هو يهدى شويه. يعني في النهايه عايزه اوجه رساله خاصه جدا لاصحاب نمط التعلق الغير منتظم اللي انا واحده منهم. اي حد بيعاني من النمط ده، واي حد بيتفرج عليا، انا عارفه ومقدره حجم المعاناه اللي انتوا بتحسوا بيها، الحرب اللي بتعيشوها كل يوم جوه دماغكم اللي محدش عارف عنها حاجه. عارفه انكم مش نكديين، عارفه انكم مش اوفر، مش امينه رزق، وعارفه انكم مش اشرار بتبعدوا الناس وبتخوفوهم منكم. عارفه ان انتوا اكتر ناس نفسكم تحبوا وتتحبوا زيكم زي كل البني ادمين. عارفه ان انتوا مرعوبين من الهجر، من الخذلان، ان انتوا تتخذلوا من كل اللي حواليكوا زي ما اتخذلتوا قبل كده. عارفه انه دي كلها اليات دفاع عشان تحموا نفسكم وتحموا طفلكم الداخلي. عايزه اقول لكم من كل قلبي ان خوفكم وتحفزكم ده مش ذنبكم، والشرخ اللي جواكم ده مش ذنبكم برضه. انتوا كنتوا مجرد اطفال بتحاول تحمي نفسها وهي بتكبر في بيئه صعبه. بس النهارده انتوا كبرتوا، اللي كان زمان مش ذنبكم دلوقتي اصبح مسؤوليتكم عشان تغيروه. مستقبلكم وقلبكم وسعادتكم في ايدكم. عايزاكم ما تقفلوش من نفسكم، وما تقفلوش على نفسكم، وما تيأسوش من نفسكم، لان ده مهم جدا. لان انا عارفه قد ايه انتوا حاسين ان التغيير صعب. جهازنا العصبي وعقلنا وكل حاجه فينا ربنا خالقها بطريقه مرنه، تقدر تتغير حتى لو بصعوبه، بس تقدر تتغير. كل شيء يقدر يحصل بالتدريج. انتوا تستحقوا تحبوا وتتحبوا من غير ما تخافوا. لو حسيتوا ان الكلام ده طبطب عليكم وفهمكم حاجات فيكم ما كنتوش عارفينها، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تشوفوا لما انزل فيديو جديد. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.